تعالوا بقى اقول لكم النهارده على كل اسراري لصوابع البقلاوه بتاعه الحلواني في البيت بالحشوه الخطيره، وازاي تطلع باللون المظبوط الذهبي ليها وتفضلوا محافظين على القرمشه بتاعتها. كمان ازاي تعملوها باللمعه الرهيبه دي وما يكونش لونها مطفي كده، ومن لفه جلاش واحده بس هتطلعوا الكميه دي كلها. اول حاجه هحمر الكنافه، اي شويه كنافه متبقين عندي طول رمضان مع معلقتين سمنه بلدي على النار كده، وهقلب فيها يمين وشمال لحد ما تاخد اللون الذهبي الخطير ده. نحضر بقى ألذ حشوه مع بعض. اي مكسرات متاحه عندنا هضربها ضربه كده خفيفه، وهحط عليها رشه من القرفه اذا بحب طعمها، وهنزل عليها بالكنافه المحمره وهقلبها مع بعض واسيبها على جنب. لفه من الجلاش صبحه وهبتدي افردها قدامي بالشكل ده، ومحتاجه لكل رول هعمله ورقتين من الجلاش فوق بعض، وهحط باقي لفه الجلاش في فوطه نظيفه كده علشان ما تنشفش مني وانا بشتغل. ومحتاجه سمنه على زبده، زبده بس، سمنه بس المتوفر عندي. وهبتدي اخد الورقتين قدامي كده واحط على الطرف بتاعها الحشوه اللي احنا جهزناها، وهبرم على الضيق، يعني هقفل كويس قوي على الحشوه لحد ما هوصل لنص الورقه بالظبط وهقطع. دي كميه مناسبه قوي لتوريقات الجلاش او البقلاوه يعني. وهعمل نفس الحركه في النص اللي باقي عندي، بدل بقى ما باخد ورقه ورقه واقعد اقسم الجلاش بالنص. دي اسهل وابسط طريقه هتخلصوه في دقايق. وفي صاج تقيل عندي يكون بيتحمل الحراره هبتدي ارص رولات الجلاش بتاعتي بالشكل ده، واضيقهم كده جنب بعض، وامسحهم مسحه حلوه ببقيه الماده الدهنيه اللي كانت باقيه عندي. وبعدين بقى على قد صباع البقلاوه زي ما انا عايزه هقطع بالطول بالشكل ده، واحاول اقطعهم كلهم قطع متساويه كده. نيجي بقى للاهم وهي طريقه التسويه. هسخن الفرن كويس جدا على درجه حراره 190، الرف اللي في النص، وهحط صينيه البقلاوه بتاعتي واسيبها بقى لحد ما تتحمر من تحت ومن فوق وتاخد اللون الذهبي المظبوط ده. كل اللي انا محتاجاه منكم ان احنا نقلب الصينيه في الفرن كل شويه كده، بحيث ان الحراره تتوزع على الصينيه كلها بالتساوي وياخد لون كله زي بعض. بعد ما بياخد اللون الحلو ده بطلعه من الفرن وهو سخن مولع، بحط له شربات تقيل من التلاجة بارد كويس جدا. وحركة بقى مهمة جدا محدش هيقول لكم عليها، ان بعد ما تسقوه بالشربات 10 دقايق كده وقلبوهولي على الوش التاني في نفس الشربات اللي لسه متبقي في الصاج بتاعنا، عشان هتلاقوا وش البقلاوة دي خصوصا مطفي كده عند كل الناس. انما لما هتعملوا الحركة دي الوش هياخد لمعة والشربات هيتوزع على صوابع البقلاوة كلها من كل الاتجاه، وهيظبط جدا معاكم في اللون الذهبي بتاعها. هتطلع احلى من محلات الحلويات كمان. انا كده قلت لكم على الطريقة مظبوطه وابسط واسهل طريقه ممكن تعملوه بيها في وقت بسيط لو جايين عندكم ضيوف، وكمان اسرار اللمعه واللون المظبوط، وانه هيفضل محافظ على قرمشته لحد اخر لقمه بقلاوه عندكم، وكمان جمال الحشوه اللي نقلته في حته تانية خالص. انا كده خلصت بقلاوه الحلواني بتاعتي النهارده خلاص. متاكده من سهولتها وبساطتها وحلاوتها وقد ايه فتحت نفسكم عليها. هتقوموا تجربوها، وما تنسونيش من دعوه حلوه من قلبكم وتعملوا لي لايك وشير للفيديو لو استفدتم مني. ألف هنا وعافية على قلبكم وقلب ولادكم مقدما، ومع ألف سلامة.